قنوات بي ان سبورتس في كل مكان. مرحبا بكم هنا في قمة مباريات الجولة السابعة من منافسات الليغا، هنا في هذه المواجهة التي تجمع المركز الثاني في مقاطعة كاتالونيا ما بين يبدأ المواجهة اليوم. كارلو أنشيلوتي أساسي، هنا جيرونا عرضية داخل منطقة الجزاء، هذه المرة لا 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 سيهانكوف يضرب براس جيرونا مرة أخرى في محاولة جديدة. رحلة كرة تصل إلى بيلينغهام، يعود إلى التشكيلة الأساسية، كرة بمحاولة رأسية أولى. هيريرا الفنزويلي، هيريرا يرتقي ويضرب، لكن كرة علت العارض بعد ما قدم كل ما يمكن أن يقدمه خلال فينيسيوس جونيور يبحث عن التقدم. لمسة صغيرة غوتيريز 22 سنة. إريك سيهانكوف يعيد الكرة، بعد ذلك اصطدمت في كامير إليها الكثير من الأحاديث. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب، والكرة بعد ذلك سجل هدف الانتصار على فريق في كارلو أنشيلوتي. كرة لمصلحة ريال مدريد. فينيسيوس الآن طالب اثنين طبعا كامافينجا اللي بالأساس هو لاعب خط وسط وليس مدافع، لكن مع أنشيلوتي أصبح كوتو أمامية. بعد ذلك تصل إلى دوبيك، كرة بمحاولة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزيلي، عرضية داخل منطقة الجزاء، خوسيلو مر نعم من الدقائق الأولى، ونجا الريال ليأتي بعد ذلك سحر بيلينغهام وبتمريرة في غاية الروعة وضعت خوسيلو في مواجهة المرمى ليفعل المرور، محاصر ما بين أكثر من لاعبين، ينعرض أو في القائم، بينما في الجانب المقابل توني كروس ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية لا 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 تشواميني شيء من إبداع زمان وروعة زمان وعودة زمان، وللزمان ارجع يا زمان، ريال يعود مرة أخرى. مباراتين نجح في الحفاظ على فريق أتلتيكو مدريد. أتلتيكو داخل في الصراع وكل يجلد الآخر، كل يجلد الآخر. ينطلق جود بيلينغهام حلوة الانطلاقة عن طريق بيلي، وبعد ذلك حارس المرمى جازانيغا في التوقيت المناسب يقف في أرضية الميدان. لا زالت المحاولات مستمرة، وتسديدة تأتي من دوبيك تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. هذه التمريرة يعادل جيرونا في عدد مبارياته على مستوى الفوز في منافسات بطولة الدوري ب3 انتصارات لكل فريق. بيلينغهام على مستوى التغطية، المحاولة ملعوبة، وذلك إلى أليكس غارسيا. محاولة التي جيرونا استثناء ربما الانتصار على اشبيليا من نادي توروا في بطولة الدوري الفرنسي، وطالب بعد ذلك بلمسة يد. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب ويطلب الانتظار للتحقق من لمسة اليد، فيما لو كان يدخل شوط المباراة الثاني بفارق هدف أفضل في عام 2018. كرة تعود إلى حارس المرمى، أيضا سقوط آخر، التحام آخر. حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب. سقط في مدرجات ملعب مونتليفي، ملعب فريق جيرونا، مطالبة بوجود ركلة جزاء. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التدخل لمصلحة فريق جيرونا داخل منطقة الجزاء. عودة بالكرة والمحاولة وتسديدة تأتي، لكن مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ويسرى البحث عن التقدم، تمريرة وخسر في أخرى. كرة بمحاولة داخل منطقة ذلك لا زالت مستمرة وقائمة، عرضية ملعوبة لمواجهة المغرب في نصفها، وعاد مرة أخرى للسيطرة عليه وتسديدة. يا سلام جميلة جدا المحاولة والكرة الماضية، وبعد ذلك التصدي من حارس المرمى طمعا بتقليص نتيجة المواجهة. كرة بمحاولة مرور، لكن أيضا تدخل يأتي من كامافينجا. التدخل من الفريق الذي كان يتصدر جدول الترتيب قبل بداية مباريات هذه الجولة.
يستضيف ريال مدريد. شوط اول انتهى بثنائيه اخرى الى تشواميني يلعبها في الجهات 100 سنه واكثر. مجموعه من الانديه اللي موجوده في مقاطعه، لكن الاشهر طبعا هو برشلونه. فران غارسيا المرشح الثاني لا يتمنى بان يتاخر، خصوصا في شوط المباراه الاول، وفرصه في الشوط الثاني. غارسيا المتخصص في الكرات الثابته والكره الراسيه، والمحاوله من ديفيد لوبيز الى خارج ارضيه الملعب. حلوه الكرات الثابته. غارسيا على التنفيذ، يلعبها داخل منطقه الجزاء. راسيو كرة خطيرة جدا، اصطدمت، ضربت، ارتدت، ارتطمت، عادت، وبعد ذلك تحولت الى خارج ارضية الملعب. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهنا حافظ بها على نظافة شباكه. كرة بيلي ملعوبة، لكن ايضا فينيسيوس يبحث عن الدخول الى منطقة الجزاء. الكرة بعد ذلك اصطدمت في فيني وتحولت الى خارج ارضية الملعب. وقائد فريق نادي والابتعاد عن الخسارة الأولى في هذا الموسم. كامافينجا يسدد، لكن وصلت إلى بيلينغهام، لا زالت مستمرة وقائمة وتسديد، لكن غازانيغا غريبة لريال مدريد في منطقة جزاء جيرونا، لكن بعد ذلك التصدي يأتي إلا إذا كرة بمحاولة ملعوبة داخل المنطقة. كيبا يسيطر على كورته بالشكل المطلوب. كيبا عادت المحاولة مرة أخرى، داني كارفاخال على مستوى التغطية، والحكم يشير إلى ركلة مرمى. يورجن كلوب، مجموعة أخرى من الأسماء منافسة كبيرة في أوروبا. كرة لكن حارس المرمى عادت من جديد. في الليلة الموعودة وفي مباراة القمة، وكما جرت العادة بالاحتفالية الأيقونية التي تنتشر ما بين الناس. ألكسندر شورلوت لاعب بين الفريقين في بطولة الدوري. 8 مباريات لا زالت مستمرة، وتسديدة قوية جدا تأتي عن طريق ميغيل غوتيريز يسدد بالقدم إلى تشواميني. ميدانهم ثلاثية نظيفة بالنسبة لريال مدريد. هذه القمة، لمسة، محاولة، الكرة خطيرة جدا.